في قصص لما بتسمعها بتحس إنها خيال، بس لما تدقق فيها بتكتشف إن الواقع أحياناً بيكون أبشع من الكوابيس. شاب أمريكي اتوفى في ظروف غامضة. الشرطة قالت أزمة قلبية، لكن أمه قالت اتقتل. وبعد سنين اتشاف في معرض علمي كجثة متحنطة بنفس ملامحه ونفس الجرح اللي في رقبته. قضية النهاردة هي واحدة من أغرب القضايا اللي لسه لحد دلوقتي محدش فاهم نهايتها. قضية كريستوفر تود إريك. في يوم 10 نوفمبر سنة 2012 في ولاية تكساس بأمريكا، شاب اسمه كريستوفر تود إريك عنده 23 سنة، رياضي وجسمه سليم، وشاب متدين ومحبوب من كل اللي حواليه. الصبح راح شغله زي العادي، لكن قبل ما اليوم يخلص كان جثة في المستشفى، والسبب إن الأطباء قالوا أزمة قلبية مفاجئة. الكلام كان مريح للشرطة وسهل، لكن اللي يعرف كريستوفر عارف إن جسمه عمره ما اشتكى ولا كان عنده أي أمراض، والموضوع ما كانش داخل دماغ أي حد. بعد أسابيع ظهرت نتيجة التشريح والتحاليل، والمفاجأة اتقال إن كريستوفر مات بالساينايد. الساينايد ده مادة مش بتدخل الجسم صدفة، دي مادة قاتلة بيستخدموها الجواسيس أو في حالات الاغتيال، والأغرب إنه اتحقن بيها في رقبته. ده معناه إن اللي حصل مش طبيعي ومش أزمة قلبية، دي جريمة قتل واضحة. أسرته بدأت تسأل وتطلب تحقيق رسمي، لكن رد الشرطة كان غريب، مفيش أدلة كافية ومفيش حد متهم. يعني شاب اتقتل بسم نادر واتحقن بيه وجثته في المستشفى ومفيش تحقيق؟ الشك بدأ يدخل لقلب أمه، وبدأت تسأل هو ليه مفيش حد بيتحاسب؟ ليه مفيش كاميرات؟ وفين الناس اللي كانت حواليه؟ لكن كل الأبواب كانت مقفولة. في سنة 2023 وبعد 11 سنة من الوفاة ظهرت حاجة محدش يتخيلها. على موقع انستجرام ناس بدأت تنشر صور من معرض علمي في لاس فيغاس اسمه ريل باديز. المعرض بيعرض جثث بشرية محنطة بشكل علمي لأغراض تعليمية، لكن واحدة من الجثث دي كانت نسخة طبق الأصل من كريستوفر، نفس الجسم، نفس الملامح، ونفس الجرح اللي في رقبته. الناس بدأت تربط الأحداث ببعض، والسوشيال ميديا كلها اتقلبت. واحد على التيك توك كان بيقول إن في أم بتقول إن الجثة دي جثة ابنها اللي مات من 11 سنة. الأم حاولت تاخد إذن من السلطات علشان تعمل تحليل DNA للجثة اللي في المعرض، لكن الرد كان صادم، مفيش إذن قانوني والجثة مش ملكك. هيبقى مش ابنها إزاي؟ ده في تقرير طبي بيقول إنه اتسمم، والجثة اللي في المعرض فيها نفس العلامات، لكن لا المعرض وافق ولا الحكومة ولا حتى الشرطة. الموضوع كان شبه ممنوع، كأن في حاجة لازم تفضل مستخبية. الأسئلة وقتها كترت، هل فعلا جثة كريستوفر اتسرقت؟ هل في تجارة سرية في الجثث؟ وهل المعارض التعليمية دي بتشتري الجثث من مصادر غير قانونية؟ في بودكاستات طلعت تكشف تفاصيل زي
فول فاكتس 5 وسترينج سيسترز، وقالوا كريستوفر مات في ظروف غامضة، وفي احتمال كبير إن جثته اتباعت واتعرضت من غير إذن أهله، ولحد دلوقتي مفيش أي حد اتحاسب. قصة كريستوفر تود إريك مش مجرد جريمة قتل، دي جريمة مزدوجة. اتقتل بسم نادر وجثته اتعرضت للعالم من غير ما حد يسأل مين هو، وفي وسط كل ده الأم فضل صوتها يصرخ من غير ما حد يسمعه. يمكن القاتل حر، ويمكن الجثة فعلا معروضة قدام الناس دلوقتي وهم مش عارفين قصتها، بس لسه في أسئلة كتيرة ملهاش أي إجابة. والسؤال دلوقتي ليك أنت، لو لقيت جثة في متحف وشبه حد من عيلتك بنسبة 100%، هتعمل إيه؟ هل هتسكت ولا هتدور على إجابات حتى لو كل الأبواب كانت مقفولة؟